سفرة فطار 10 رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الأيام دي بالخير والصحة والسعادة وراحة البال. اللهم آمين. دي كانت سفرة فطارنا النهاردة، وهي يعني شبه عزومة. عايزة اقولك فيها بقى، لو جربتيش تحطي الكنافة العسل الاسود على الكنافة وعملتي كنافة بالقشطة زي اللي انا عاملاها دي، يبقى فايتك كتير جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف الخطوات بالتفصيل، وتشوفوا كمان اصناف العزومات. لو عندك عزومة تقدري تعملي الاصناف اللي انا عملتها دي النهاردة. هنبدأ أول حاجة بالكنافة. أنا هحضر لها القشطة كده اللي أنا هحشيها بيها. حطيت معلقة نشا، معلقتين دقيق، كوبايتين من اللبن. هقلب بقى كل الكلام ده الأول على البارد، وبعد كده هشغل البوتاجاز وابتدي إن أنا أفضل أقلب فيها كده لحد لما الخليط معايا يتقل. وفي نفس الوقت ده كنت مولعة كمان على الشربات. ضفت هنا للكريمة دي، حطيت قشطة وش اللبن. لو عندك كمان جبنة كريمي تقدري تحطي برضو جبنة كريمي معاها. انا ما بحطش سكر لان هي بقى بتديني طعم القشطة الحقيقي لما ما بنحطش سكر. وكمان الشربات بقى والكنافة هيبقى فيها سكر وشربات وكده، فبتبقى طعمها حلو جدا، والقشطة بتبقى طعمها مميز. الشربات حطينا كوبايتين سكر، كوباية مية، نص ليمونة، رشة فانيليا. حطي كمان على المهلبية بتاعتك دي او القشطة الكدابة دي رشة فانيليا، تخليها ريحتها حلوة جدا. بعد كده جبت الكنافة طبعا في الفريزر. هبتدي ان انا افتفتها كده واكسرها، بتبقى سهلة جدا. حطيت عليها كده معلقتين من السكر، وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين من عسل الاسود. لو ما جربتيش بقى الحركة دي هيبقى فايتك كتير قوي. هنقلب بقى كل الكنافة كده بايدينا علشان العسل الاسود ده يدخل في كل الكنافة. هو هيخلي الكنافة ايه بقى، زي المتحمرة كده. عارفين الكنافة لما بتكون متحمرة تبقى طعمها وريحتها بتبقى حلوة قوي. فهو العسل الاسود، بصوا لما فضلت ادعك بالعسل الاسود لونها اتغير ازاي. انا ما حطيتش سمنة لسه ولا اي حاجة، بس حطيت هنا بقى في الصينية اللي انا هشتغل فيها سمنة طبعا، وتوصي كده في قاع الصينية بالسمنة. ده اللي بيديها لون حلو في التحمير، وبيخليها يعني شكلها حلو ومتماسك، ولونها كمان بيبقى جميل. هحط بقى اول طبقة من الكنافة. بسويها طبعا في القاع كويس، وبحاول ان انا اعمل حرف كده للصينية علشان لما نحط القشطة او المهلبية او اي حاجة بقى انت هتحطيها يعني ما تخرجش بره الصينية. بشوف طبعا لو اي جزء فاضي او اي جزء باين كده بحاول ان انا اغطيه بالكنافة. واهم حاجة ان انا اعمل حرف كده خارج لبره من الكنافة عشان القشطة ما تخرجش بره وتتحرق. بضغط طبعا اول طبقة دي كويس قوي. هي دي بقى الطبقة اللي هتبقى معايا متماسكة، وهتبقى كمان شكلها متناسق لما نقلب الصينية. لان بعد كده خلاص لما نحط بقى القشطة مش هندك الصينية بقى تاني ولا هنضغط عليها. خلاص كده. طبعا انا كنت حاطه المهلبيه دي في التلاجة، فعشان كده مسكت زي ما انتم شايفين كده. فحطيتها من الطبق كده قالب واحد، وابتديت بس ان انا افردها بس سنه بايديا كده، بس ما اخرجهاش على الحروف. بعد كده بجيب بقيه الكنافه وببتدي ان انا اغطي بقى الوش كده، برشرش عليها كده الكنافه، وبسويها بس اخليها كل الاجزاء يعني سوا واحد، ما يبقاش جنب اعلى من جنب ولا الكلام ده. بضغط بس من الحروف دي اللي هيخلي الطبقتين يمسكوا في بعض. ومن فوق القشطه كده بحاول بس ان انا ايه اطبطب بايدي كده عشان الكنافه ما تبقاش هايشه وتتحرق ولا حاجه. بجيب بقى السمنه بتاعتي. انا بجيب حوالي كوبايه سمنه. هي نص كيلو كنافه بياخد ربع كوبايه، يعني ربع كيلو سمنه اللي هو كوبايه الشاي بتاعتنا المصريه دي. بعمل اول حاجه ايه الحروف، بسقي الحروف كلها كويس جدا لان ده اللي هيوصل لي السمنه لجوه الكنافه والتحت كمان القاع اللي تحت وكل حاجه. وبعد كده بمشي عليها كلها بالسمنه لحد لما اغطيها كلها. هي بتاخد كوبايه بالظبط. طبعا خرجت بقى من الفرن، حطيتها في الفرن حوالي نص ساعه. خدت لون من فوق ومن تحت على طول. انا ما شغلتش الشوايه، هي سبتها لحد ما خدت لون من فوق ومن تحت عشان تبقى مستويه. والشربات طبعا بارد ساقتها، وما سقتش كل الشربات. يعني انا بحاولت بس ان انا ادي للوش كده، وبعد كده اقلبها واسقي بقى من الناحيه التانية. الشكل المتناسق بقى الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا شايفين لونها طالع جميل جدا من السكر ومن السمنه ومن العسل الاسود اللي احنا حطيناه. مخليها لونها حلو قوي. بسقي بقى الشربات اهو. الشربات طبعا يكون تقيل وبارد، والكنافه بتكون سخنه. بسقي بقى كل الشربات بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده. دي كانت الكنافة بتاعتنا النهاردة. تقدري تعمليها برضو في العزومات، حلوة قوي وهتشرفك بجد. كان طعمها خطير، وجربوا القشطة اللي احنا عملناها، جميلة جدا جدا ومختلفة عن اي حاجة انت بتعمليها.
اهو سقيتها بقى وهسيبها تاني وهرجعها الصينيه تاني يعني، بس انا سبتها معاكم في الطبق كده ورجعتها تاني الصينيه. تبقى ايه محكومه كده في الصينيه يعني. اهي ده شكلها النهائي وطعمها تحفه تحفه وجميله وخطيره بجد، جربوها. ده كده كان اول صنف معانا النهارده. انا زي ما قلت لكم النهارده كان يعتبر عزومه كده، فانا عامله النهارده بقى ايه، هتشوفوا معايا طبعا بقيه الاكلات. انا هبدا كده بالفراخ الاول. هي يعني ايه، بنت جوزي بتيجي كل اسبوع عندنا يوم الاربع، فاحنا بنعمل كده كده الاكل علشان هي بتيجي وكده. فانا عامله بقى النهارده الايه الاكل اللي انتوا هتشوفوا معايا ده، والسفره بتاعتنا النهارده. جبت كده بصله مبشوره، حطيت عليها ملح وفلفل، 7 بهارات، قرفه وجنزبيل، كاري، بابريكا، كركم، توم باودر، بصل باودر، حطيت كمان روزماري، حطيت كمان برضو عسل اسود. البطل معانا النهارده في الصواني وفي الحلو وفي الحادق العسل الاسود. حطيت كده حوالي 3 اكياس من الكاتشب، يعني حوالي معلقه كده من الكاتشب، وحطيت مكعب مرق دجاج، وحطيت معلقه زيت. لو ما عندكيش عسل اسود حطي عسل ابيض، ما عندكيش عسل ابيض حطي معلقه سكر. ده بيدي لون حلو للفراخ وكمان بيسويها وبيخليها حلوه قوي. بصوا بقى شايفين لون الفراخ بقى من العسل الاسود والصلصه والكلام ده، عمل زي ما يكون البصل مكرمل، وبيديني طعم الكرمله بتاعه البصل لما اكوني مكرمله كده بيبقى تحفه. انا عندي هنا وراك مفتحاها كده طبعا بالسكينه من الجلد بس، وسايبه من الجوه، وسايبه الجلد سليم علشان يبقى شكله حلو في التقديم. وبدعك بقى الفراخ من جوه كده بالتتبيله اللي احنا عملناها دي كلها. طبعا انا عايزه اقول لكم ان الفراخ دي ما بنبطلش نعملها، يعني الصينيه دي في العزومات هتشرفك جدا جدا. ولو كمان لو عايزه تحطي تحتها كده بطاطس او خضار يعني برضو بتبقى حلوه. عايزه تعمليها فراخ بس ساده كده بتبقى تحفه، بتبقى فراخ مشويه، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. وكمان لو ولعت لها فحمه في الاخر بيخليها يعني اجدع من اي فراخ مشويه بتاكليها من بره. وكان عندي كمان فرخه بلدي كده، قلت دي هسلقها. سقطتها في الميه طبعا بتغلي، وحطيت لها بصل وبرده نفس التوابل كده، ملح وفلفل ومعلقه سكر وقرفه وجنزبيل ورز وورق لوري وقرنفل. طبعا توابل الشوربه بقى انتوا عارفينها. سبتهم بقى كده يستووا، حطيت كمان الصينيه وغطيتها. انا بسيبها بس كده هي تنزل ميتها، الفراخ والبصل وكل نازل ميته، وبعد كده بزود لها بس شويه ميه صغيرين، وبسيبها بقى لحد لما بتستوي منها فيها كده. بعد كده بدخلها الفرن تاخد لون. جبت هنا بقى بصله ومعلقه سمنه، وشوحت البصله كده لحد لما اصفرت. وكان عندي توم ضربته في المطحنه بتاعه الخلاط دي بملح وكزبره ناشفه. بعد ما البصل كده اصفر نزلت بالثوم، خد كده ريحته تطلع كده ويتشوح كده كويس. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه من الصلصه اللي هي الجاهزه اللي في العلبه دي. هشوح بس الصلصه شويه، واحط كمان مكعب مرق دجاج، بحب احطه في الصلصه والحاجات دي بيخلي طعمها حلو وريحتها حلوه. طبعا بما ان عندي الخضار كله في الفريزر، فانا اي خضار في الفريزر بعمل له الحركه دي، يعني مش بشوح الخضار خالص، بعمل التسبيكه وبعد كده بنزل بالخضار بتاعي. نزلت هنا بقى بالطماطم المعصوره، وحطيت لها كمان شويه من السكر عشان ايه تعادل الطعم كده وميبقاش فيه حموضه في الطماطم. وهسيبهم بس يغلوا غلوتين كده. في الوقت ده شايفين الفرخه استوت، والصينيه بقى بتاعه الفراخ اهي كنت زودت لها شويه ميه شقشاق كده يعني، وهي بقى نزلت كمان كل الميه اللي فيها. بحاول اخد من الميه بقى دي واسقي من فوق كده علشان انسجه الفراخ تبقى طريه واللحم من جوه يبقى طري. اهو بفضل سايباها على البوتاجاز كده لحد لما تستوي خالص. بعد كده بدخلها تحت الشوايه بس تاخد لون. ولو عايزه اولع لها فحمه واحطها في قلبها بعملها بعد ما تستوي، بتديني ريحه الشوي وطعم الشوي. يعني ده كده صنف اساسي في العزومات. لو عندك عزومه اعمليه بقى جنب كمان رز اصفر او حاجه، بيبقى فراخ مشويه تحفه. عندي بقى هنا باميه. الباميه دي طبعا مامتي اللي عاملاها مخزناها، فانا خدت منها الكيس ده لاني ما كنتش لاقيه باميه خالص. فقالت لي انا عندي باميه متخزنه، فخدتها بقى منها. ربنا يبارك فيها يا رب وصحتها ويخليها لنا. حطيت بقى الباميه كده من الفريزر على طول مع الصلصه كده تفك وتتسبك مع قلب الصلصه. بصوا بقى باميه مامتي صغنونه ازاي متقمعه وجميله. بعد ما اتسبكت بقى كده في الطماطم هنزل بقى كده بالشوربه. ناخد بقى من شوربه الفراخ البلدي دي تحفه. الفراخ البلدي بصراحه احنا بنحب ناكلها مسلوقه، مش بحب احمرها خالص ولا حتى ادخلها الفرن ولا الكلام ده. بحب اكلها كده مسلوقه، بيبقى لحمها كده ابيض ومسكر وجميل. طبعا في بقى ناس بتاكل فراخ بلدي وفي ناس ما بتحبهاش، واللي انا عامله لهم الوراك دي ما بياكلوش الفراخ البلدي. انا وجوزي بناكل الفراخ البلدي، فعامله لي انا وهو الفرخه دي، والباقي هياكلوا من الوراك. هسيب بقى الباميه كده ايه تتسبك وتغلي بقى مع الشوربه، واظبط لها الملح وغلوه غلوتين، وهطفي النار على طول.
ده كده لان الخضار طبعا يعتبر مستوي في الفريزر. عملت طبعا شويه رز، والرز طبعا معروف بيتعمل ازاي. فانا بس وريت لكم بس ان انا عملت الرز. وادي الباميه اهي كانت خلاص استوت وطفيت، والفرخه كمان طفيت عليها، والفراخ كمان كانت في الفرن. هطلعها لكم دلوقتي تشوفوها، واخده لونها اهي تحفه تحفه تحفه، وريحتها بجد تجنن، لازم تجربوها. وده كده الاكل بتاعنا خلص النهارده، الباميه والرز والفراخ. وزي ما انتم شايفين كده كان عندي سمبوسه في التلاجة في الفريزر، هي محشيه جبنه، فقلت برضه اطلع منها كده ايه طبق. انا بقى دلوقتي ما بقتش اقليها خالص، بقيت احمرها كده في الفرن. بطلع كده السمبوسه من الفريزر على طول، هي محشيه جبنه، جبن ميكس. الصينيه طبعا دهنتها زيت، وخليت فيها كده شويه زيت، باخد بالفرشه بدهن السمبوسه من الوش ومن الظهر بتاعها، وبرصها كده في الصينيه. بدهن كل واحده كده زي ما انتم شايفين، يعني هي معلقه زيت واحده بتعمل لي السمبوسه، وما بتشربش زيت، وبتبقى طعمها جميل جدا، احسن من المقليه الف مره. فاحنا خلاص بقى اعتمدنا ان احنا خلاص مش هنقليها تاني، هي بالفرشه كده بندهنها الزيت وبندخلها الفرن، او تولعي الشوايه وتحطيها، ولما تاخد لون اقلبيها على الناحيه التانية، تاخد لون من الناحيه التانية على طول، برضو مش هتاخد وقت معاكي خالص. عايزه تشغلي الاول من تحت وتاخد لون من تحت، وبعد كده تشغلي لها الشوايه، حسب ما انتي وبتتعاملي مع فرنك يعني، وحسب ما انتي مشغله الفرن. دهنتها بقى كلها اهي، هدخلها الفرن واخرجها على طول، ده كان قبل الاكل على طول. وكمان عملت عصير الفراوله باللبن، برضو سهل وبسيط وسريع. وكده كل حاجة خلصت معانا، وده كان شكل فطارنا النهاردة. ادي الفرخة البلدي بتاعتنا اهي، وادي السمبوسة بتعمل على تحفة، والعيش طبعا اللي انا عاملاه اساسي بقى مع البامية، تتاكل كده بالعيش وبالليمون بتبقى تحفة. ودي الرز، طبعا غرفنا البامية بقى ومحضرين الليمون هنعصره عليها، شكلها تحفة وريحتها تجنن، والاكل كله طعمه جميل جدا وروعة، واصنافه حلوة قوي. والرز كمان اهو، والفراخ طبعا، والحلو بتاعنا الكنافة بالمهلبية، ودي العصاير، والحاجة الساقعة والفراولة والمانجا. وبس كده، وبألف هنا وشفا للي كل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تاخدوا منه أصناف كتيرة اهي للعزومات، الفراخ، البامية، الكنافة، بألف هنا وشفا. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير وكومنت. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا بعد الفطار ما نسيناش ان احنا نحلي بقى بالكنافة التحفة بتاعتنا النهاردة، مع كوباية الشاي بقى او فنجان القهوة، روعة.